مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامج طعم البيوت. موضوعنا النهارده عن الاستثمار العقاري وكيفيه استفاده الشباب منه. ويعتبر الاستثمار العقاري من أهم أنواع الاستثمارات وأفضلها طبعا، لأنه له أثر كبير جدا على الشباب وعلى الأسر المصرية أيضا. فمشكلة كل شاب مصري عايز يبدأ حياته بيبدأها بسؤال المعتاد من أهل العروسة: عندك شقة؟ في الشقة هي البداية لتأسيس أي أسرة صغيرة. إزاي نقدر نختار مكان الشقة، وإزاي نقدر نتأكد من قيمة الشقة الحقيقية ومن ثمنها، ولو الشقة صغيرة إزاي نقدر نشطبها بأقل التكاليف ونستفاد من مساحتها حول أزمة السكن وكيفية التغلب عليها. معانا النهاردة ومشرفنا في الاستوديو المهندس هاني عثمان الخبير العقاري، وأيضا المهندس أحمد عثمان مصمم ديكور. أهلا بحضراتكم معانا النهاردة في برنامج طعم البيوت. لكن يعني يمكن أبدأ بسؤال المعتاد للمهندس هاني وأقول لحضرتك: مشكلة السكن دي مشكلة بتتمثل في أي شاب عايز يبدأ حياته بأسرة صغيرة وفي شقة صغيرة، وأول حاجة بيقولها أهل العروسة: أنت عندك شقة؟ المشكلة دي الحقيقة مش بس اليومين دول، دي مشكلة من قديم الأزل. دايما عندنا أزمة إسكان. إزاي نقدر نختار الشقة المناسبة اللي هي تبقى مناسبة لأي شاب عايز يبدأ حياته بأسرة صغيرة؟ أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وأهلا بالسادة المشاهدين. السؤال ده سؤال مركب وعميق ومحتاج مننا شوية تأني وإحنا بنرد عليه. أول حاجة، لما يكون حد لسه مقبل على حياته العملية وفي أولها وبيفكر إن هو في الارتباط، مش لازم يجيب شقة كبيرة تكفيه 50 سنة جاية. دعنا نحلم إن إحنا نبتدي بأقل مساحة ممكنة نوظفها لطلباتنا في الحياة. نقول إنه خلال ال3 سنين الأولى هيكون عنده طفل، يبقى إذن هو مش محتاج شقة مساحتها 300 متر، هو محتاج شقة أقل من 100 متر. إحنا لو ابتدينا نفكر من هنا، خدنا شقة كويسة حققت الأمور المطلوبة من قرب محلات، قرب منطقة سكنية قريبة من المدارس ومن باقي أفراد أسرته، أي في منطقة حيوية معقولة، يبقى احنا نقينا شقة صغيرة. ودعنا نحلم ان احنا بعد ما نجيب الشقة الصغيرة ذات الموقع الكويس والخدمات المحترمة المؤدية والمتناسبة مع إمكانيات الزوج والزوجة في مقتبل حياتهم. هل بالضرورة ان هي تكون في نفس موقع مثلا المكان اللي هو عاش طول عمره فيه والعروسة عاشت طول عمرها فيه، ولا ممكن ينقي مكان جديد خالص؟ دعينا نتوجه أول حاجة نفكر فيها، نحط قدامنا إمكانيات الموظفة لشراء هذه الشقة. فإذا قلنا إن إحنا هنحلم، أكيد ممكن تكون الأحلام متعارضة مع الإمكانيات. يبقى لازم الأول بدرس ميزانيتنا، يقعد العريس والعروسة مع أهلهم ويدرسوا أول حاجة الإمكانيات، وأوظف أحسن إمكانيات متاحة ماديا بما لا تتعارض مع باقي طلباتهم في الحياة. يعني مش لازم الذي يتقدم للزواج انه يبقى مديون بعد اما يدخل بالارتباط ويرتبط، يبقى عليه دين مش هيقدر يسده علشان يجيب شقة كبيرة اكبر من احتياجاته لمدة اول 3 سنين. طب ليه ما يبقاش عندنا الفكر والثقافة ان احنا نتوازن في احتياجاتنا مع امكانياتنا، مع احسن توظيف ممكن اقدر اتعايش بيه. اللي انا ملاحظه في هذه الايام او من زمان ان تلاقي حد طلباته جامده ينزل باتقل حاجه عنده، يرهق ميزانيته في اول 10 سنين ويبدا حياه زوجيه مكبله بالمشاكل بكل حاجه. شويه تلاقي الاولاد ابتدى يبقى عليه ارتباطات، المصاريف اكتر، كل ده وهو اول 10 سنين مش محتاج المساحه دي كلها. بالظبط. وساعتها مش هيقدر يرجع لورا انه يصغر الشقه، لا خلاص بقى. انما الاجمل ان انا اكبرها بمرور الايام والسنين، ويبقى دايما عندي حلم اسعى لتحقيقه. اجمل حاجه ان انا يبقى عندي اكس، ويبقى بعد شويه 2x 3 4، واقعد اكبر 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 بمرور الوقت ومرور كبر حجمه الوظيفي
مش أكيد كل واحد أكيد أكيد عنده كل أكيد حاجة. في بداية حياته مش هيكون زي ما هيبدأ بعد سنتين 3. طيب أنا هتوجه للمهندس أحمد وأقول لحضرتك إزاي الشاب يبدأ حياته بأقل مساحة، وممكن زي مهندس هاني لما قال إن إحنا ممكن ناخد أقل مساحة ونعمل لها ديكور بسيط جميل يحسسنا بالوسع، وبعدين يبدا ينقل بقى لما يبقى انا مع حضرتك. بس هو في اهم من الديكور هو دايما السيركوليشن المعماري للمكان. يعني احنا بنيجي نتكلم على المساحات طبعا هي تفرق حسب المستوى الاجتماعي لكل اسره، احنا برضو مش عايزين نعمم المساحات عموما، بس هي النقطه اللي بتكلم فيها هو على حسب هو مقتدر او لا. بالظبط. يعني انا مش عايزين نعمم مساحات واضحه لكل الناس، بس هو اللي بتكلم فيه لو احنا اتكلمنا على المدن الجديده او التوجه العمراني الجديد اللي اتعمل باسس معماريه مظبوطه. يعني لو جينا اتكلمنا على شقين، الجزء اللي موجود في نص البلد والعمارات القديمه دي معموله لمساحات كبيره، لما بيتعاد تقسيمها لمساحات صغيره بتبقى فيها هدر كبير جدا في المساحات. وتوصل حتى في مصر الجديده والاماكن الى حد ما اللي اشتغل فيها جزء كتير كانوا بنسميهم كونتراكتورز او مقاولين اشتغلوا بدون رجوع لتصميمات معينه. لما نيجي نبص على المدن الجديده كلها والتخطيط العمراني الدوله عملته في ال 20 سنه اللي فاتت، هنلاقي ان اللي اسس الى حد ما المعمار والسكن مهندسين معماريين دارسين. لو هنتكلم على شغل معماري مدروس وسيركوليشن معمول صح، ما فيهوش تهدير للمساحات، ما فيهوش ستراكشر في كل حته، يعني انا اعتقد انا شخصيا احنا كنا اتكلمنا قبل كده نظريا بنتكلم في 67 متر، عمليا بنتكلم في 90 متر. 67 متر او 90 متر. طب حتى لو 90 متر تفتكر حضرتك دي مساحه كافيه 90 متر ان اتنين يبداوا حياتهم وبعد كده يجي 90 متر 90 متر قادره على وجود كل الفانكشنز الرئيسيه للمعيشه، زائد انها تقدر تستقبل يعني طفل او طفلين كمان لو يعني نفس الجندر لو بنتكلم في اوضه. دي هتكون عباره عن ريسبشن في واحد. احنا بنقسمها عاده بيكون ريسبشن بدل ما يكون عندنا صالون وسفره وانتريه، بيبقى عندنا مكان للصالون وبيكون عندنا مكان يعني منطقه معيشه جوه الصالون. يعني هي بنتكلم على التوجه العصري شويه، ان انا ما عنديش احنا كلنا لحد ما في مصر مش بالضروره بقى زي ما كنا بنعمل ريسبشن 3 البيت احنا مزنوقين فيه واوضتين نوم على 90 متر دي او 67 متر. طبعا بيبقى عندنا اكتر من حمام، بيبقى عندنا اكتر من اوضه نوم، بيكونوا اوضتين، اكتر من حمام، مطبخ مساحته مرتاحه. منطقه الريسبشن الى حد ما بتكون واخده نفس الفانكشن برضو بتاع المعيشه. يعني عموما عمرنا ما سافرنا بره مثلا وخدنا شقه وقعدنا فيها الا لما بنلاقيها بنفس المساحه اللي حضرتك بتقول عليها، وكمان بتكون اوضه نوم واحده مثلا وريسبشن وفي كنبه بتتفتح، يعني بنقدر نحل الموضوع. يعني بيبقى في موجود ده يمكن احنا عشان بنروح كسياح بنقعد فيه، لكن هم يعني هناك لا، المساحات اللي بنتكلم فيها هي هناك بنتكلم عن المساحه النظريه من اول 69 متر، هتلاقي عندهم دايما اوضتين وهتلاقي الاسره الصغيره وحمامين لازم طبعا عندهم. طب انا هستأذن حضراتكم نطلع فاصل وبعدها نواصل كلامنا مع بعض عن الشقق العقاريه وازاي ممكن ان احنا نستغل كل مساحه موجوده فيها. فاصل ونعود. خد بالك احنا حصتنا من المية 55.5 مليار متر مكعب، ودي حصة ثابتة ومحدودة بيروح معظمها على الزراعة والباقي على الصناعة والشرب، وكمان احنا عددنا بيزيد يوم عن يوم، وده بيخلي نصيب الفرد مننا من المية بيقل. خد بالك، حافظ عليها تلاقيها. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية في طعم البيوت، وموضوعنا النهارده زي ما قلت عن الاستثمار العقاري، وبنرحب مره تانية بالمهندس هاني عثمان والمهندس احمد عثمان. اهلا بحضراتكم. هبدا بحضرتك مهندس هاني واقول لحضرتك يعني في ناس كتير قوي لما بتحب تبدا حياتها الزوجيه عايزه ان هي تكون عايشه في امان، فيا ترى ممكن تاخد شقه عاديه في التجمعات الجديده زي ما حضرتك قلت ولا داخل كومباوند؟ وهل لو خدت داخل كومباوند هيكون السعر اعلى ولا نفس السعر ما بيكون متواجد داخل او خارج الكومباوند؟ كلمة كومباوند الناس كتير فهماها أكبر كتير من حجمها. احنا طول عمرنا مصر الجديدة والمعادي والزمالك والعمارات جنب بعض ومفيش كومباوند. كلمة كومباوند حددوها ازاي؟ ان حتى في بعض الاماكن برضو في مصر الجديدة والمعادي عبارة عن مثلا 50 عمارة
فعملوا ليها جيتد كوميونتي بسور وحطوا جواها امن زياده وحافظوا على الاطار العام لهذا المكان ليس اكثر او اقل من هذا كثير. وعملوا محلات جوه زي مثلا مدينه العبور جوه مصر احنا مش الجديده. هنحدد اي مدن، انا بتكلم منطقه يعني دي حضرتك بتتقفل زي ما بيقولوا بسور وبيبقى نعم. زي وبيتبدل عليها ورديات امن. ده بيكون في امان للسكان ولا حميها زي ما بيقولوا؟ انا في رايي انها ما فرقتش حاجه خالص، لان ممكن يبقى ليها بلس زياده وماينس اضافي. ازاي بقى؟ البلس ان انت حددتي المكان اتقفل فانقطعت عن المنطقه الخارجيه، فبالتالي ممكن يكون الخصوصيه الامنيه عكسيه. ان لما يبقى في حد دخل من جوه المكان اللي هو الجيتد كوميونتي فانقطع عن المنطقه الخارجيه. نعم. حصلت فانقطعت عن المنطقه الخارجيه واصبح ان الامن اللي فيها محدود عن بره. يعني مثلا لما بتيجي ورديات مثلا المرور الطبيعيه للامن بتاعت المرور الشرطه الجميله بتتابعه، اعتقد ان الشرطه مش هتخترق الكومباوند من جوه عشان تتابع ده. لا طبعا. فهتشتغل من بره على اساس ان في امن ماسك من جوه. فبالتالي هذا الامر اذا لم يكن بمستوى عالي جدا هيبقى سلبي جدا. ايوه بس في نقطه حضرتك، هو بيقول لك لما اقعد في كومباوند هلاقي ركنه للعربيه، هلاقي مثلا امان شويه على اولادي، لو خرجت وسبتهم طول الوقت مش هيبقى يعني في برضه ميزات وفي عيوب. ازاي الكومباوند ده مش ليه شوارع؟ العمارات اللي جوه في حاجه اسمها الكثافه البنائيه، الموضوع ده مهم جدا. اضعف الايمان ان هو هيحافظ على عربيته من السرقه مثلا. لا يا فندم، يعني ده مش قاعده، ده مش القاعده الاساسيه اللي هبني عليها. بقول لحضرتك الكومباوند. طب بالنسبه احنا بنتكلم بالنسبه للخدمات والاسعار، هل نفس الاسعار هي؟ انا عايز اشيل الموضوع ده خالص مالوش ادنى علاقه. دي مهم. لان الكومباوند ليس شرطا ان الكومباوند من جوه يبقى اميز ولا الشقه جوه تبقى اميز الا في نفس المكان. على سبيل المثال الحصر بسرعه هقولها سريعا. في كومباوند مكون من 50 عماره في مكان، بره في 50 عماره بره هذا الكومباوند من بره. لو الكومباوند ده اتبنى صح، يعني اسيب شوارع بمساحات معينه ما لزقهاش في بعض. يبقى في الحاله لو لزقتها في بعض اصبحت نقمه، يا دوبك العربيه تعدي في الشارع. ليه؟ لان صاحب الكومباوند ده الشوارع دي خدميه وعايز يوفر، فبالتالي اصبحت المكان بتاع الباركينج ضيق وما يعديش عربيتين رايح جاي. جينا بقى حاجه اسمها المصروف الشهري للصيانه بتاعت الكومباوند. بالظبط. قل واتخنق. الامن ما بياخدش حقوقه او مش قادرين نزود عدد الورديات الامنيه اللي جوه. فبيحصل كوارث. يبقى في الاخر الحته اللي بره مؤمنه بالشرطه المصريه اكتر بكتير من الحته اللي جوه اللي مش مؤمنه غير بالامن الخاص تحت اشراف الشرطه، ولكن الشرطه بتقول مش انت مأمنها جوه. طب انا هخش لك جوه اعمل ايه؟ يبقى بالتالي وده اللي سبب الحادثه الاخيره. يبقى تأمين الامني بره اكتر من رائع، والتأمين اللي جوه اللي اعتمد فيه على الامن الخاص ما قامش بدوره للاسف. طيب هنقل مهندس احمد واقول لحضرتك مهندس ديكور وفي نفس الوقت كاتب روائي. يعني ايه اللي جاب الديكور للفن للروايه الحاجات دي؟ بص، هو انا كمهندس ديكور انا مهندس معماري في الاصل. العماره ام الفنون طبعا، الفن الاول. يعني بنتكلم على السينما فن السابع، فالعماره الفن الاول. ففي ناس كتير بتبقى متخيله ان ده حد ان انا عملت شيفت للكارير. بالعكس، يعني هو اي حد معماري شاطر هيبقى عنده القدره الى حد ما لفهم باقي الفنون بسهوله. يعني حتى احنا كنا بندرس في الجامعه عندنا من البرسبكتيف بتاع المعمار ان احنا الى حد ما كل خط سينمائي بيطلع ليه عندنا اساس في الخط المعماري. يعني فور اكزامبل الفانتازيا اللي بتكون موجوده في السينما هتلاقيها ليه عندنا جزء عندنا في المعمار مدروس. فالى حد ما كنا بندرسه عشان نعرف الوجه الشبه بين الفنون. فده من الاول. فانا لما درست حبيته بقى بمنتهى السهوله. يعني اعتقد اي حد معماري شغال في المجال بتاعنا مظبوط، اعتقد هيبقى عنده القدره انه يعمل حاجه زي كده ممكن يكون احسن مني. طب من امتى يا باشمهندس احمد وانت عندك الموهبه دي للروايه والكتابه؟ لا والله من الجامعه. احنا من الجامعه يعني اغلب يعني انا وزمايلي كلنا المعماريين هتلاقي كل واحد كان ماسك خط شويه. انا كنت ماسك خط السينما فكنت بكتب اصلا سيناريوهات. بس السينما يمكن الطريق اصعب بالنسبه لنا. الكارير بتاعنا كان واضح، واحنا الجيل بتاعي طلع في وقت
كانت الدوله عامله مساحه كبيره جدا للمعمار والمقاولات في مصر. فكان بالنسبه لي الطريق الاسهل واللي انا يعني الى حد ما في شغلنا واضح كان المجال المعماري. بعد فتره لما بدات امسك نفسي شويه بدات ادي مساحه ان انا اطلع الباشن بتاعي في حاجه ثانيه، لان خصوصا ان احنا اي معماري واي حد الى حد ما عنده لمسه فنيه هو عايز يطلع الباشن اللي جواه. الاحتراف دايما بيبدا يأيدنا. يعني احنا كمعماريين في الفتره الاخيره مع الظروف الاقتصاديه بدا يطلب منا بيوت ببرسبكتيف معين وبفكر معين اقتصادي قوي خلى الخيال اللي موجود عندنا الجامح متأيد. طبعا. فانا خدت ثغره ان انا هطلع هنا. ودي طب كتبت بالفعل حاجه؟ انا كتبت اول روايه لمسه مليكه الحمد لله. يعني دي طلعت اعتقد من بضعه شهور قليله، ومن ساعه ما دخلت مش عارف اطلع. والحمد لله بكتب في الحاجات في الروايه الثانيه ربنا يكرمني بيها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هستأذنكم نطلع فاصل تاني ونقدم من خلاله حاجه برضو في موضوعنا، يعني اهم اعمال الصدف والخياميه اللي ممكن نعمل بيها ديكور ولو بسيط داخل المنزل. فاصل ونعود. بشتغل في المهنة وأنا عندي 6 سنين، والحمد لله اتطورت فيها وطورت صناعتي والشغل بقى كويس، وبقينا نعمل فيه أشكال طبيعية وطورنا فيه حاجات كتير وألوانات كتير. مهنة الخيامية سهلة لناس كتير إن هي تتعلمها، لأنها هي عبارة عن قماش احنا بنرسمه على قماش، وبنشتغل القماش على قماش، وبيدي شكل جمالي في الاخر. ممكن يتعمل منه طابلوهات معلقات على الحيط. والدي من ضمن الناس اللي المفروض ان هم اسسوا الصنعه ديت. بقينا احنا دلوقتي احنا اللي قاعدين في الورشه بنشتغل بيها. في عندنا اللي هو الشغل الهند اللي هو اللي بيبقى فيه دقه عاليه جدا في التصميم. الصدف اصلا عباره عن فن تلقائي، احنا بنقطع مقاسات هندسيه نقدر ان احنا نشتغل بيها نقدر ان احنا نشكل بيها الصدف، نعمل منه الانترهات، نعمل منه الترابيزات، نعمل منه العلب، نعمل منه كوسترات دلوقتي صدف، كراسي، اطقم مكتب. خد بالك، فكر معايا وقول لي رأيك. نغسل كده أحسن ولا كده؟ ننظف العربية بالطريقة دي ولا ننظفها كده؟ نسقي الزرع بالخرطوم ولا نسقيه كده؟ نتوضى بالكمية دي ولا نتوضى كده؟ طيب تحلق دقنك بكل المية دي ولا كده؟ ضميرك هو الحكم، حافظ عليها تلاقيها. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونستكمل حوارنا عن الاستثمار العقاري مع المهندس هاني عثمان والمهندس احمد عثمان. اهلا بحضراتكم مره ثانيه معانا. مهندس هاني، في مثل دايما بيتقال اختار الجار قبل الدار، يعني هل الجيره ممكن تأثر على اللي بيشتري شقه في اي مكان؟ اكيد طبعا. ازاي؟ اول حاجه احنا محتاجين نختار مكان حلو قوي، قريب من كل المناطق الحيوية، قريب من أهل اللي موجودين في البيت،
سواء الولد او البنت اللي بيتجوزوا العريس والعروسه، يبقى في كل الدفء اللي هو حسه من وهو صغير. ممكن ده يكلفه زياده، يجي على حساب ان اصغر المساحه وبالتالي اكبرها واحده واحده. كل دي حسابات لازم تتحط. لازم اللي بيشتري شقه يتداخل ثقافه في فهمها. إزاي؟ يعني ايه؟ لما بنيجي نجيب سلسله ذهب بنبقى عارفين واحنا رايحين نشتريها من السايغ الذهب ثمنه كام، وبنحط عيار وبنحط عيار للمصنعيه، يبقى انا عارف ثمن كام جرام والمصنعيه رايحه جايه قد ايه، يبقى تقريبا عارف انا رايح اشتري منه ايه. نفس الحاجه في الشقه. الديفلوبرز صناع هذا الشيء بيتكلم مع الدكتور والمهندس والمحاسب على اساس انه مش موجود، انه ثقافته صفر. المتر بكذا. بالظبط. طب ما انت لازم تفهم ازاي يعني الارض كانت في الحته دي بكام النهارده. بلاش من زمان، النهارده كوست المباني ايه وكوست مكسبه ايه، ويبقى القصه ماشيه فين. علشان كده احد الافكار اللي بقترحها على الشباب، اشتركوا مع بعض في ارض. هاتوا ارض وابنوها مع بعض، مش لازم ارض كومباوند، ارض 500 600 متر ايا كان المكان. ونطلع بالبيت الصغير في المدينه الجديده او بالبيت الكبير في المدينه القديمه. ايوه. لو ذاكروا الموضوع ده وجابوا استشاري يشرف لهم على المبنى والمقاول اللي هينفذ، هتجد اللي انا بقوله ده وكانه قصه كبيره قوي. ولكن هم اولى ب 50% من فلوسهم. واحد اتنين. طب هل لو عمل كده الشقه هتقف عليه نص التمن، اقل ما يشتري شقه جاهزه كده وخلاص؟ وهنرضع المقاولين او الديفلوبرز اللي بيبنوا ويغالوا في الاسعار. ايوه بالظبط. لان اذا انا عايز اشتري دماغي واروح لك، بس عشان اشتري دماغي واروح لك هخسر خساره كبيره، لا انا هروح اعملها انا. حضرتك مهندس هاني دلوقتي الاسر او رب الاسره بيعمل كده، بيشتري حته ارض ويبدا ينفذها ممكن ما يقدرش ان هو يشتري حته الارض كلها لوحده. هيعمل ايه؟ يخشوا فرقه مع بعض. مثلا الارض دي تطلع 5 6 شويه الحد الاقصى. يشتركوا مع بعض الست فاميلي او 6 من اسره مختلفه او صحاب او مع بعض كانوا زمان ويجيبوا ال6 الارض. طب تفتكر دي ممكن تعمل مشاكل؟ ليه؟ لما يكون مثلا الاخوات والاب والام مش محدد. انا مش هتكلم عليهم كفاميلي، هتكلم عن 6 اسر يختاروا بعض. لان في الاخر زي اتحاد ملاك مع بعض مثلا. لان في الاخر هو انت لما بتروح حد فينا يروح يشتري شقه، هو حد بيطول انه يختار مين معاه في العماره؟ لا، ده امر مش موجود ابدا. لا طبعا. طب اذا احنا بقى هنا بيختار الجار. انا بختار مين اللي معايا. واذا اختلفنا يا ستي ما كل واحد من حقه يبيع الشقه بتاعته. وكأني اشتريتها في عمارة. هل تعلمي ان ما فيش حد في تاريخنا اشترى شقة وعرف مين اللي جنبه الا بالمصادفة؟ لا، لما بتسكن الشقق كلها بيعرف هو وحظه بقى. ممكن يكون اشترى النهارده واللي بعديها اتباعت بكره. وتلاقي تضارب رهيب ما بين الجيران. حضرتك في حاجه مهمه قوي، بما ان حضرتك مهندس بيبقى عارف الاساسات شكلها ايه، قويه والحاجات دي كلها اللي بيبني. دي نقطه لا تخضع للدوله. الدوله ده اشراف ودوله، واحنا كده هنتوهه في الحته دي. انما انا مش عايزه يفكر في 1000 حاجه. هو هيختار شركة مقاولات يحسبها على خير، وهيختار جهة إشرافية على هذه الشركة، وهيختار المكان، وهيسأل ويستشير، وهيصمم البيت بنفسه. لما الواحد فينا بيروح يشتري ساعة، ممكن يقعد كم يوم ينقي في الساعة. طب تخيلي بقى لما هشتري بيت، كم بيت هشتريه في عمري بكل فلوسي. الموضوع يستحق اني اقعد شهر شهرين واذاكر واتعلم واستشير. حطي تحت استشير 20 خط. اكيد. طيب مهندس احمد، يعني في معظم الاوقات زي ما حضرتك قلت ان المساحه الشقه ما بنكونش مستغلينها، في صالون وسفره وانتريه وغير ليفينج روم وكده. ازاي دي عاداتنا على فكره وتقاليدنا اللي كانت مسيطره على افكارنا. ازاي ممكن نغير افكار الشباب بالطريقه اللي حضرتك قلتها، لا اما 70 متر مثلا او 90 متر، وفعلا تتعمل بطريقه حلوه وشيك ويحبوا المكان؟
هنا لو حضرتك جيتي بصيتي على الاتجاهات اللي طالعه في السنين الاخرانيه للشغل المودرن عموما، الشغل العصري شويه الجديد، لو جينا بصينا على اماكن كبيره، الاماكن الفرنتشر، اماكن اللي بتعرض اساس دلوقتي، هنلاقي الحاجات المالتي فانكشن بقت موجوده كتير جدا، الليفنج روم، اوضه نوم. التفاصيل دي بدا يبقى فيها اتجاه ايفن الناس اللي عندها بيوت كبيره بتتجه لها. الحاجات دي بقت كاتش للعين، الناس بتحب الحاجات اللي الى حد ما بتخش في التكنولوجي. حضرتك لما تيجي تتكلمي تيجي بصي على التلفزيونز الجديده، على الحاجات الالكترونكس، هتلاقي حضرتك بتستمتعي بيها جدا. الحاجات دي ما بتبقاش ماشيه مع الحاجات الكلاسيكي قوي اللي احنا عايشين بيها. فدي بتفرض نفسها دلوقتي، فرضت نفسها عموما ان الشاب بيستمتع بالالكترونكس اللي موجوده عنده في البيت، بالفكر الجديد اللي موجود عنده في البيت. ايوه، ازاي بس يقدر يستغل كل المساحات الصغيره في الشقه اللي هي مساحتها اساسا مش كبيره. ما هو ده اللي بتكلم فيه لما بنبدا نتجه. يعني احنا دايما المثال كنت قلته معاكم قبل كده، لما نيجي نتكلم على اوضه نوم 5 متر في 5 متر، دي نظريه مساحتها 25 متر. الاوضه النوم اللي مساحتها 4 في 6 مساحتها 24 متر هي اكثر استغلالا منها. ده بيرجع في الاول زي ما انت ما اتكلم، الاختيار الصح والتصميم الصح من الاول. فانا اللي بتكلم فيه احنا ممكن نشوف بيوت 200 متر و150 متر، وحضرتك لما تيجي تبصي على السيركوليشن بتاعها والتوظيف بتاعها تلاقيه مأساة ما تلاقيش فراغ كبيره خالص اطلاقا. ده بيكون الاختيار. عشان كده لما المهندس هاني بيتكلم تلاقي الكنب كبير والكراسي كبيره. دلوقتي الاتجاهات اللي جانا من بره في اسماء كبيره، يعني زي ايكيا والاسماء الكبيره اللي موجوده، اوكي، الاسماء الكبيره هتلاقي كل استغلالها للحاجات اللي جايباها من بره والفكر العصري جاي من بره بيفرض اسلوب تاني. الناس بدات تحبه جدا، بقى موجود في كل بيوتنا بصرف النظر اي معرض. وحاليا حتى دلوقتي الصناعه المصريه بدات تتجه بيه. دلوقتي يعني شغل رائع. زمان كان كل الشغل عندنا مهتم بالخشب والقيمه وتفاصيل معينه. حاليا ده الشغل الكلاسيكي بالظبط. الشباب على فكره مش بتحب كده، الشباب بتحب البساطه خالص. وهنا بنرجع برضو لحاجه ليها علاقه بالكالتشر عندنا. لو اتكلمنا على الديكور برضو في المطبخ المفتوح الامريكان كيتشن دي بتبقى رائعه. هي النقطه دي اللي كنت بتكلم فيها، هي الكالتشر. ان لغايه دلوقتي اللي بيفرض رايه على الشباب في كل حاجه، مش لسه لازم دلوقتي السفره كبيره. يعني هو ده اللي بتكلم فيه، ان لو جينا اتكلمنا على عريس وعروسه شباب في العشرينات في الثلاثينات، هتلاقي هم متقبلين ده. بس هتلاقي لغايه دلوقتي الاهالي في الكالتشر بتاعتنا عايزين بتفرض نفسهم. احنا لغايه دلوقتي الكاستمرز لغايه دلوقتي اللي بيجوا لنا، العملاء اللي بيجوا لنا، انا بيجي لي العروسه معاها والدتها او العريس مع حد من عنده، في رايين والراي الغالب اللي انا بقى مش مقتنع بيه هو راي الاهل، وخصوصا ان هم مش موجودين معاهم في نفس البيت. ودي حاجه بتاعتهم المفروض ان هم فهي دي النقطه بقى، دي النقطه لما نيجي نتكلم، لما بيكون في يعني خلاص انا والدي هو اللي جايب لي كل حاجه، هو يقدر يعمل خلاص لازم يسمع كلام. لكن لو انا بتكلم فيه على الشباب اللي بتجتهد لوحدها، لا، حقهم يفرضوا رايهم في الكلام ده. وده بيتعكس كومبليتلي في البيوت الجديده اللي احنا بنعملها. اوكي. مهندس هاني، لو قلت لحضرتك بقى بالنسبه للشباب اللي بيشوفوا حضرتك دلوقتي، هل من الافضل ان هو يدفع ثمن الشقه كاش ولا يقسط؟ عشان حضرتك كنت قلت اثناء كلامك ان مش عايزين يعني نعمل عليهم لود من الاعباء حتى بعد ما يبداوا حياتهم. الموضوع ده برضه موضوع طويل، هنقدر نحدده بسرعه برضه في نقط سريعه. كاش من قسط، عندنا قاعده في مصر غير بره مصر. كاش يعني هتستلم دلوقتي، قسط يبقى هتستلم بعد مده طويله. فيبقى انت مش بتقسطي، انت بتدفعي كانك بتدفعي المبلغ بالقسط بس عشان تستلمي بعد 3 سنين. تخش في نقطه ثانيه، طب هستلم ولا مش هستلم؟ هتاخر واقعد قد ايه؟ الا اذا كان التقسيط مدعوم من الدوله، اي مش مدعوم من خلال جهه تمويل عقاري. وثقافه الامر ده مش موجوده في مصر، او بالاخص الدوله يمكن محتاجه شويه. انا عارف ان احنا بنثقل على الدوله انها تهتم شويه بالموضوع ده. ازاي؟ موظف بيشتغل بياخد اكس 5000 جنيه في الشهر، فبياخدوا تلت المرتب ده على 20 سنه بفوائد. الموضوع ده لو دعم شويه من الدوله كوقت وتمويل، يقدر الشاب اللي بيشتغل او يحلم انه ما معهوش الكاش ده يقدر يدفع اقساط، يحلم. ويا ريت الحلم يكون حقيقه، ان الشقه تكون موجوده. ليه؟ لانه ممكن يقسطوا له ويقولوا له هنسلمك بعد 6 سنين. وبدل 6 يبقوا 10. ايوه. يبقى
وحضرتك الشقق اللي بتبقى بالتقسيط برضو بيكون عليها فايده، فده بيعلي السعر اكتر. المهم ان الشقه تبقى موجوده. طب انا عايزه بقى، للاسف يعني الوقت جري معاكم بسرعه غريبه، عايزه حضرتك مهندس هاني تدي كلمه كده للشباب، تديهم امل في بكره، تديهم ازاي يقدر يستثمر فلوسه في حاجه كويسه وحاجه مريحه في نفس الوقت. اقول له في كلمات. انت درست في كليتك سنين، 4 أو 5 سنين، ده زياده عن السنوات اللي قبل كده في الدراسه. خد حبه من وقتك واتعلم ازاي تختار شقه. اتثقف، اقرا، ذاكر. قبل ما تشتري شقه اقعد شهر ذاكر واستشير وافهم ازاي تختارها. الشقه مش بالمساحه، الشقه مش بعدد الادوار، الشقه بالمكان، اكيد، بالديفلوبر، اكيد، بالجيران، بالخدمات. حاجات كتيره محتاج تبذل فيها مجهود عشان قبل ما يختار تدفع. صح، لانك لو اخترت غلط مش هتطلع طبعا الا بخساره. مهندس احمد، كلمه سريعه للشباب برضو اللي بيشوف. يعني تعقيبا على كلام مهندس هاني، نفس الفكره. احنا لما بيجي حد منا بيسافر بلد بره ولو اسبوع بيبدا ياخد معلومه عن اللغه بتاعتها. نفس الكلام عندنا في اللي بيشتري شقه او بيشطبها، لازم يبدا يبقى عنده ثقافه التشطيب عامله ازاي عشان يقدر يوفر فيها فلوس كتير جدا في الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها. طبعا، والبساطه اهم حاجه. بالظبط. مشاهدينا، ده كان اخر كلامي النهارده مع المهندس هاني والمهندس احمد. بشكرهم جدا جدا، شكرا كبير جدا عشان ادونا الحقيقه كلام ونصايح مهمه قوي. شكرا لكم، والى اللقاء غدا باذن الله وحلقه جديده من طعم البيوت.